السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن حال كما عودتكم دائما فيديوهات جدادين. هذا الفيديو تاني نهار وصلت الوالده والوالد، وكان هذا اول فطور ليهم معنا في رمضان، وحبيت نشارك معكم الفطور اللي صوبت ليهم. ونتمنى من الله ان الفيديو يكونوا يعجبكم، وهذا الفيديو اللي حطيت لكم حتى هو يعجبكم. وما تنساوناش بالاشتراك وبالمتابعه، وشكرا على التعاليق ديالكم الغزاله لا يخطيكم. وهذه هي الطبيله ديالنا. دابا غادي ندوزو على بركه الله باش ندخلوا لا كويزين نوريكم الفطور اللي وجدنا. بالنسبه للفطور البنات، وجدت بسيطلات ديال الحوت صغيورين، ووجدت بيتزات. كاين اللي درتهم غير بالفخوماج، وكاين اللي درتهم بالطون. ووجدت الاقموع ديال الدجاج بالخبز ديال التورتيلا، حشيتهم بالدجاج كيجيو الصراحه ديال الله رائعين. اول حاجه اللي بديت بها هي العجينه، عجنتها. كتشوفوا البنات هذه هي العجينه، كتجي مطلوقه. دابا غادي نقادها كويرات وندوز باش نصاوبها ان شاء الله. كنخليوها حتى كترخى على خاطرها باش ما كتعذبناش في الخدمه. كيف كتشوفوا البنات، دابا انا كنقطع في الفطر باش غادي ندير بسيطلات. هذا الفطر الابيض باش غادي ندير به بسيطلات صغيورين. انا غادي نشارك معكم كل شيء. دابا غادي نقطعو وغادي ندوز باش نشحرو. دابا غادي ناخذ مقيله فيها شويه ديال الزبده، غادي ندير فيها الكروغيت، ندير شويه ديال الثومه، شويه ديال الخضار ومليحه، وغندير شويه ديال الملح. شويه ديال الملح، نفس المقيله ندير الزويته والزبيده، غندير الفطر، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار ما نكثروش، شويه ديال الثومه بودر، صافي نحرك كلشي مزيان. البوطه تكون مجهده باش ما يطلقش ليا الحوت الماء. صافي الفطر ها هو موجود. صافي دابا غنحطيو البوطه. شوفوا البنات، حنا كندير دابا بسيطلات صغيورين كنعمرو فيهم. عندنا هذه العجينه ديال الرغايف، هي باش كنصاوبوهم. عندي الحشوه هنايا ديال الحوت، حنا كنعمروهم دابا كيجيو بسيطلات صغيورين. دابا نوريكم الشكل ديالهم كيفاش كيجي. كيف كتشوفوا البنات، حنا دابا درنا بيتزات صغيورين ها هما ديال الطون. هادو بالطون، وهادو درتهم بالنقانق، بالفرماج والنقانق. اللي بغى شي حاجه ياكلها. ها هما البيتزات واجدين. ها السيجار والبريوات ديال الكفته خرجناهم من المجمد حتى هما. ها هو فلو كنصاوبو فلو، هذا فلور ديال المغرب ديال الفريز، ها هويا. وصافي. وهنايا دوك البسيطلات دابا غادي ندهنهم وندخلهم الفران باش غادي يطيبوا. العجينه ترخات بزاف. شوف انا وجدت دابا الطبيله، وجدت كلشي. الصوانيه اتاي
غادي نحطو فيها الحريره باش غادي كل شيء اي حاجه غادي نحتاجها وجدتها. غادي نحط ليمه في هاد الطبيقات هادو. نسيت هنا نسيت معليش باقي ما حطيتش المعلقات هنايا اللي غنشربوا بهم الحريره. صافي هذه هي الطبيله ديالنا. وكان هذا هو الفطور ديالنا. درنا حريره، البيض المسلوق، الشباكيه، بريوات ديال اللوز، البليغه، بسيطلات ديال الحوت زينتهم بهذه الطريقه هذا بالحامض وبكروفيت. وهادو هما البيتزات، ميني بيتزا. وكان فلو ديال الفريز، هاد الفلو ديال المغرب، وكيكه بلديه عاديه، وجوج انواع ديال العصير. وهادو هما اللي صاوبت بالخبز ديال التورتيلا وحشيتهم بالدجاج وزينتهم بالخس. كيجيو الصراحه ديال الله كيجيو لذاذين وكيجيو رائعين في المنظر وفي المذاق وفي شكلهم. تيجيو الصراحه ديال الله غزالين. وضروري من اتاي مشحر بالنعناع، ضروري هذا خص يكون ضروري في الطبله، من الاساسيات في الطبله. وهذه هي كيف كتشوفوا الحريره تبارك الله كتجي غزاله ما شاء الله تبارك الرحمن. وكانت هذه هي الطبيله ديالنا ديال الفطور، وكنتمنى من الله انها تعجبكم. وكيفاش كتشوفوا قلت لكم هذه هي الطبيله ديالنا ديال الفطور. من بعد فطرنا ارتحينا ومشياو صلاو صلاه التراويح. من بعد ما رجعوا من صلاه ديال التراويح حطيت عاوتاني طبيله، حطينا بريد اتاي وحليوه وكيكه اللي قدر على شي حاجه ياكلها. المهم كيف ما كنقولوا الواجب والصواب، وراك عارفين حنا المغاربه ما شاء الله كنموتوا على الاكل. كيف كتشوفوا حطيت هاد الحلوه المعمول ديال التمر وكيك بلدي عادي، وحطيت هاد الحلوه هاد البيتي فور جبتو لي الصراحه ديال ماما معاه من المغرب، والسفوف وبراد ديال اتاي. وجلسنا وجمعنا مع الوالدين وبخرنا البليصه في كنا جالسين، وتجمعنا مع الوالدين وعاودنا على المغرب وعاودنا ليهم على هنايا. والحمد لله انهم وصلوا بخير وعلى خير. ونتمنى الله يعجبكم الفيديو، بقاو معايا حتى نهايه الفيديو ان شاء الله. وصافي الغزالات، كان هذا هو كيف ما قلت لكم الفطور ديالنا. وكانت هذه هي الطبيله اللي من بعد الصلاه ديال التراويح اللي حطيت. وهذا الفيديو اللي غادي يبان لكم دابا ثاني يوم جات عندي الصديقه ديالي باش تسلم على ماما، دائما كتجي عندها الله يكثر خيرها والله يخلف عليها. حطينا حلوه مغربيه وحطينا السفوف، وجابت هي هاد البوكي ديال الورد. كيف كتشوف هاد البوكي ديال الورد، وجابت هاد الصينيه ديال الشوكولات الله يخلف عليها والله يكثر خيرها. جلسنا جمعنا مع بعضياتنا وضحكنا وحطيت الكيك. وكانت هذه هي الطبيله ديالنا، جات هي عندي حتى من بعد الصلاه ديال التراويح. المهم قصرنا مع بعضياتنا ودرنا العشاء اللي قسم الله تعشينا كاملين. وكنتمنى بالله انه يعجبكم بحال هاد الفيديوهات نبقى نحطهم لكم. وتهلاو في والديكم وتهلاو في اهلكم وبسلامه عليكم، والله يدخل عليكم العيد بالصحه والسلامه والعافيه وطولة العمر وبكل ما كتمناو ان شاء الله. ونتلاقاو في فيديو جديد في امان الله.